انت ما تعرفش تدير التوتر، ما تخليهوش، على الاقل ما تخليهوش هو اللي يديرك. التوتر هو الحمل الخفي اللي بيكون معانا في كل مكان، سواء واحنا في الشغل او في البيت او حتى واحنا بنحاول نرتاح. طب التوتر انا بسميه الرفيق الصامت في الطريق، وبالنسبة لناس كتير التوتر هو جزء ما بينفصلش عن حياته. بس ايه رأيك لو قلتلك ان التوتر مش دايما عدو، وانه بالطريقة الصح ممكن يتحول لأداة قوية للنمو والتطور؟ ايه هو التوتر؟ ليه بنحس بيه؟ والأهم من ده كله، ازاي نحوله من مصدر للقلق لأداة للنجاح؟ خلينا نسأل نفسنا سؤال مهم، احنا ليه بنحس بالتوتر؟ الموضوع بسيط وسهل جدا، زي ما قلت هي إشارة. عندنا حاجة من اتنين، أول ما بنحس بموضوع التوتر يا إما بنحاول إن احنا نهرب منه أو إن احنا نواجهه. فإزاي هنتعامل مع التوتر دوت بشكل مختلف؟ مبدئيا كده التوتر هو استجابة طبيعية جسمنا هو اللي بيقول لنا عليها. جسمنا بيفرز موضوع التوتر ده، فجسمنا بيقول لنا خلي بالك في حاجة مهمة بتحصل. هو ده جزء من آلية البقاء اللي موجودة عندنا، هو بيجهزنا للمواجهة أو للهروب. طيب بالنسبة لأي حد طموح وعايز يأتشيف، التوتر بيكون أعقد من كده. هو مش بس رد فعل للتهديدات الخارجية، لكنه كمان هو صراع داخلي مع التوقعات الذاتية. لما تكون أهدافك كبيرة ومعاييرك أعلى، التوتر بيبقى الرفيق الدائم. إزاي إن التوتر البسيط ممكن يغير في الأداء، لكن زيادته ممكن تخلينا تبقى عقبة في حياتنا. فالتوازن بين الضغط والأداء مهم، زي ما بنظبط آلة الموسيقى. لو الوتر بتاعت الآلة في الموسيقى مرتخي، الصوت بيكون باهت، ولو هو مشدود ممكن يتقطع. فهي فكرة ازاي نقدر يبقى في عندنا نوع من انواع التوازن. التوتر مش دايما سلبي، ستريس مانجمنت او الاسترس مش دايما نيجاتيف. هنا يمكن الكلام ده في ناس ممكن تقول لي ده احنا شايفينه غريب شوية. التوتر مش دايما حاجة وحشة. في الحقيقة التوتر ممكن يكون علامة على النمو. العلماء بيفرقوا ما بين التوتر السلبي والتوتر الإيجابي، في حين إن التوتر السلبي بيكبلنا والتوتر الإيجابي هو اللي بيدفعنا للأمام. هو الشعور اللي بيجي قبل مثلا مع الرياضيين قبل ماتش كبير، علشان التركيز قبل أي حاجة، أي إيفنت كبيرة بتحصل في حياتنا، هو الدافع لإنهاء المهام في وقتها. المفتاح هنا هو تغيير نظرتنا. بدل ما نشوف التوتر كعدو، ممكن نشوفه إشارة على إننا على وشك تحقيق حاجة مهمة. إزاي ندير التوتر قبل ما يديرنا؟ دلوقتي بعد ما فهمنا التوتر أكتر، تعالوا نتكلم عن إزاي نعرف نتعامل معاه قبل ما هو اللي يديرنا. لو انت ما تعرفش تدير التوتر، ما تخليهوش، على الأقل ما تخليهوش هو اللي يديرك. ففي 5 استراتيجيات عملية. أول واحدة هتقول لي هي غريبة شوية علينا، اللي هي المديتيشن، التأمل. بس التأمل بيبقى معاه مصحوب معاه بيقظة ذهنية، والتأمل ليه تمارين كتيرة. منها ممكن نعتبر ان الصلاة والخشوع في الصلاة هو نوع من انواع التأمل. لو ادينا لنفسنا كل يوم 5 دقايق، ده ممكن يعمل معانا فرق كبير جدا في موضوع التوتر. الحاجة التانية هو النشاط البدني. ازاي انه وانا بنعمل اي نشاط في اليوم، على الاقل المشي. بنشوف ان الرياضة هي مش بس بتحسن الصحة البدنية، لا هي كمان بتصفي الذهن. هو ده المهم.
المهم ان احنا ازاي نصفي ذهننا. فقلنا التأمل وقلنا الرياضة. الحاجة الثالثة هي إدارة الوقت. برضو مرة تانية، أنا عمري ما بعترف إن الوقت تقدر تديره، بس تقدر تدير مهامك اللي موجودة في خلال الوقت. بمعنى إن أنت تقدر تقسم المهام بتاعتك لخطوات صغيرة بحيث إنك أنت تقدر توصل لأهدافك الكبيرة. رابع نقطة هو إن أنت تحط باوندريز، تحط حدود واضحة. مثلا اتعلم إن أنت أول حاجة تتعلم إن أنت تقول لأ من غير ما انك تحس بالذنب. دي من ضمن الاشياء اللي انت تقدر تسات الباوندريز بتاعتك. رقم 5 ان انت تطلب سبورت، تطلب دعم. ده مش عيب. احيانا ان انت تشوف مثلا يبقى عندك حاجه مهمه ومحتاج فيها دعم او سبورت من اي حد، ان انت ازاي تعرف تطلب السبورت ده من الناس. النقطه اللي بعد كده هي نقطه ان احنا علشان نعرف نخفف من موضوع التوتر ده محتاجين نغير العقلية بتاعتنا. زي ما كنا بنتكلم مرة قبل كده على عن الإدراك ووجهة النظر، محتاجين نغير وجهة نظرنا عن الموضوع. بدل ما نحاول إن إحنا ندير التوتر، ممكن نخفف تأثيره من البداية. زي بالظبط المطرة. هل أنت تقدر تغير المطرة؟ تقدر تمنع المطرة إنها تنزل؟ لا، ما تقدرش. بس تقدر تشيل مثلا معاك حاجة أو تقف تحت ضليلة أو تقف تحت شيد أو تبقى معاك شمسية علشان تقلل تأثير المطر عليك. فده موضوع التوتر. إذا أنت ما تقدرش تدير التوتر، ما تخليش التوتر هو اللي يديرك. If you cannot manage stress, do not let the stress manage you.